بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة لقناة الشروق الفضائية، وبالأخص لأخونا محمد موسى. الراجل ما قصر مع الناس، زرع البهجة في نفوسهم واضحك العالم في وقت أنه كان الناس بتعاني من الشآمة والكعابة. فبس في بعض النكات لازم يحسب حسابه فيها، ولازم يراعي فيها أشياء كثيرة جدا، لأنه الناس برا السودان بتهمهم سمعة السودان وبهمهم السودان وبدافعوا عن السودان. والله العظيم دفاع ضاري. والله أحيانا الواحد بتصل معه ممكن تمشي للشرطة، وأحيانا ممكن تقطع لقمة عيشه. فدارين أخونا محمد موسى، الرجل عنده إنجازات وعنده عمل، ما قصر، وده على عيننا وراسنا. بس عنده بعض النكات، مثلا زي المردنا نحن اللي بنوديه الكوفير من 8 ل8 وكلام زي ده، وزي حارس المرمى. ده الكلام ده كله بخلي الناس برا تتمسخر فينا مسخرة كثيرة، وبتجيب مشاكل زيادة يا محمد موسى، عشان تكون فاهم الكلام هذا. وبرا السودان الجاليات هذه كلها بيناتها تنافس، وكل إنسان كل واحد بتهمه مصلحة بلده ومصلحة ديرته زي ما قالوا. والواحد يعني ما بنرضى نسمع في اي شيء. يعني الحاجات هذه نسمعها في السودان عادي، ما في مشكله، لكن برا لما نسمعوها الناس بيقعدوا بتتمسخروا علينا وبتجيب مشاكل. فنحن عاوزين اخونا محمد موسى النكات يحاول يوزنها بقدر المستطاع. لو ما توزنت ما ضروري ما يطلعها، ما يبقى ما عندنا مشكله. محمد موسى رجل زي ما اسلفنا اول، رجل الله بنحبه وعزيز علينا، وعنده برنامج يعني مشهود بها كل الدنيا. الشروق مرت من هنا، هي ممكن تعتبرها حاجة بسيطة، لكن مرت الناس بلدانة ومدنة وقرى وريفة وراء. والسودان فيه شنو؟ الناس قاعدة هنا بسبب الشروق مرت من هنا. والله الواحد عارف مروي كيف، عارف كادوغلي كيف، عارف بورسودان كيف، عارف كسلة كيف، عارف القضارف كيف، عارف القلابات كيف، عارف ده كله بفضل منه؟ بفضل اخونا محمد موسى بقناة الشروق. ورت السودانيين بلدهم، في ناس عايشين مع نسوا بلدهم خالص، لكن البرنامج ده عود للناس البلد في الذاكرة. بس نحن عاوزين زي ما محمد موسى النكات توزينها لنا، ما تجيب لنا فيها مشاكل، ما تخلي الناس يشتغلون بها بطريقة واضحة كده. يعني مثلا زي الناس نحن بندافع عن انه السودانيين، الناس هنا بيقولوا السودانيين كسالى، السوداني كسول، السوداني كسول. نحن بندافع لدرجة تجي مشاكل، تجي مضاربة، تجي انت يا محمد موسى تجيب لنا ضرامة. الراعي صاحب البغالة قاعد في البغالة وخدت له عنقريب جوا، هبابة جوا البغالة وراقد. بيجي الزبون داير له بضاعة من الدكان، بيشاور لنا البضاعة برجله كده. دي كده ثبتت علينا 100% نحن كسالة. كويس؟ نمرة واحد. نمرة اتنين بتاعت حرس المرمى، عاوزينك يا اخي، حتى انت لو بتتذكر يومك اللي قلت النكته هذه في جامعه عامه يبدو لي ما في السودان، الناس 3/4 اتحفظوا، حتى الواحد ما قدر يضحك لانه شعره فيها احراج. كويس؟ نمره اثنين. نمره ثلاثه، عندك موضوع الكهرباء وما الكهرباء والحله كلها جاريه وراه شايلين الخشب. يا اخي السودان بلد حضاري، بلد، وانت في الجزيره يا محمد، انت قمت في الدنيا لقيت الكهرباء عندكم موجوده. قبال العالم دي ما تعرف الكهرباء، وقبال العالم دي ما تعرف القرايه والمدارس والجامعات. نحن عندنا كليه غردون دي من 200 يا شيخنا. بعدين جامعاتنا واكاديميه السودان العالم كله معترف بها، رغم انه في ظروف وفي مشاكل احيانا بترازي الامور وبتعمل مشاكل، لكن في الاخير الواحد بينه وبين نفسه والناس اللي قاعدين عارفين انه السودانيين تلقائيا متعلمين، والشعب يعني مستحيل انك انت يعني تتمسخر فيه. فنحن دارين يا محمد موسى لا مانع تضحك الناس، تبسط الناس، تزرع البهجة في نفوس الناس، وعارفين ده هدفك، لكن حاسب الحاجات لأنه برا السودان في ملايين السودانيين. أي نكتة بتنزل عندك الآن العالم بقى زي ما قالوا قرية صغيرة بالأجهزة والحاجات. البرنامج اللي بيطلع اليوم المساء في نفس اليوم ممكن تلقى في 120 دولة. فعشان كده
ال 120 دولة بيشيلوا العبارات دي وبيجوا بيشتغلوا بيها في السودانيين، والسودانيين يعني في غنى عن المشاكل وعن الكلام. فنحن دارينك يا محمد موسى توزن النكات، توزن النكات لا يعني لدرجة لو بقت ما في لا مانع، بس ما تجيب لنا حاجة تجرحنا وتعمل لنا مشاكل. وبرضه بنحبك يا محمد موسى، ونحيي قناة الشروق الفضائية، ونحيي كل الشعب السوداني وكل أهل الغبش. وشكرا جزيلا. صلاح محمد الأمين.